عشاق الوندري، ما هي حظوظ المنتخبات العربية للتأهل إلى دور الثمانية؟ أولا، دعونا نتعرف على قوانين الفيفا. إذا تعادلت المنتخبات في النقاط أو شروط التأهل. القانون الأول فارق الأهداف. القانون الثاني الأهداف المسجلة. القانون الثالث المواجهات المباشرة. والقانون الرابع اللعب النظيف. دعونا نتعرف على حظوظ المنتخب المغربي للتأهل إلى دور الثمن. المنتخب المغربي لديه حظوظ كاملة للتأهل إلى دور الثمانية إذا تعادل مع كندا، إذا فاز على كندا، إذا انهزم أمام كندا بهدف مقابل لا شيء وفازت كرواتيا على بلجيكا، إذا انهزم أمام كندا بهدف مقابل لا شيء وفازت بلجيكا على كرواتيا بأكثر من 3 أهداف. إذا المنتخب المغربي لديه كل الحظوظ للتأهل إلى دور الثمانية، وما نتمناه هو خسارة المنتخب المغربي بهدف وحيد وخسارة كرواتيا بهدف وحيد، أي بفارق هدف في مباراة المغرب وبفارق هدف في مباراة بلجيكا. مثلا كندا فازت على المغرب بهدفين مقابل هدف، وبلجيكا فازت على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، فالتأهل سيكون لبلجيكا وكرواتيا مع الأسف. لكن ما لا نتمناه أن يخسر المغرب، نتمنى الفوز أو التعادل لتأهل الأسود مباشرة، ولما لا الانتصار وتحقيق الصدارة لمواجهة إما اليابان أو ألمانيا في المجموعة السادسة. أما عن حظوظ المنتخب السعودي، الأخضر السعودي لديه خيارين، أما الثالث فهو أصعب: أن تفوز السعودية على المكسيك وتتأهل مباشرة، أن تتعادل السعودية مع المكسيك وتنهزم الأرجنتين بفارق هدفين، أو تفوز الأرجنتين على بولندا بفارق 3 أهداف، حينها تتأهل السعودية كوصيف إذا تعادلت. أما إذا انهزمت السعودية فعلى بولندا أن تهزم الأرجنتين بنتيجة ثقيلة. أما منتخب تونس نسور قرطاج فأمامه مهمة جد صعبة للتأهل، عليهم الفوز على فرنسا بنتيجة كبيرة وانتظار ما ستؤوله مباراة الدنمارك وأستراليا. يجب على الدنمارك أن تفوز على أستراليا وتونس أن تفوز على فرنسا بنتيجة أكثر من هدفين أو 3. نسور قرطاج مهمة تبدو مستحيلة. أما قطر فغادرت المسابقة رسميا وتنتظرها مباراة فقط لتشريف العرب وتقديم أفضل مباراة لها كمباراة أخيرة في المونديال. أنتم كمتابعين ما رأيكم؟ ما هي المنتخبات القادرة على الذهاب بعيدا في كأس العالم؟ رسميا رشح المنتخب المغربي لتجاوز دور الثمانية ودور الربع، بالإضافة إلى المنتخب السعودي القادر على سحق المكسيك والذهاب بعيدا في المونديال.